$5000 النهارده يعني ما يجيبوش تقريبا توك توك. انت بتتكلم النهارده التوك توك وصل عندنا ل 150000 جنيه، لكن تركب عربيه زي دي 2 ايرباجز ومعدلات امان ومثبت سرعه وطاره مالتي وعربيه اوتوماتيك وشاشه معلومات وتكييف وباور وسنتر وازاز كهرباء واي بي اس، انت بتتكلم في اوبشن بفلوس لوحده. لو انت مشاويرك داخل المدينه بقى، بتروح مصر الجديده، بتروح مدينتي، بتروح اكتوبر، بتتجول داخل المدينه، تعال اقول لك على عربيه معانا النهارده في الصين من توكيل شانجان. العربيه دي اسمها شانجان لومن. شانجان لومن من العربيات الحلوه قوي اللي تنفع داخل المدينه وتنفع ناس كتير في الفئه الاقتصاديه بتاعتها. هصدمك واقول لك ان سعر العربيه دي هنا في الصين ب $5000، سعرها هنا في الوكيل بتاعها $5000. يعني نهار ما هتشتريها وتصدرها ال $5000 بيتشال عليهم الضريبه وتجيبها اقل من كده، يعني ممكن تقف عليك تقريبا في سكه ال $4100. تعالى كده سريعا اقول لك مواصفات العربيه الشانجان الليمون دي ايه. يلا بينا. العربيه دي بتنزل بموتور قوته 30 كيلو واط، بطاريه قوتها 17 كيلو واط و6، بتمشي في الشحنه الواحده من 220 ل 230 كيلو، بتطلع 41 حصان، بتطلع عزم 79 نيوتن متر، على طول العربيه متر 98 وعرضها متر 47 والارتفاع بتاعها متر برضو 47 زي عرضها. زي ما قلت لك كده في الاول، العربيه دي اقتصاديه من الفئه الاولى. شايف الجمال وشايف الحلاوه دي كلها؟ للاسف العربيه دي مش هينفع ترخص عندنا في مصر، وبتتعامل معامله العربيات الجولف كار. ليه؟ لان القانون عندنا بيسمح بس بترخيص العربيات الكهرباء اللي فوق قوه الموتور بتاعها اللي فوق ال 50 كيلو واط. يعني العربيه دي لو قوه الموتور بتاعها 50 كيلو واط هينفع ترخصها، لكن 30 كيلو واط للاسف مش هينفع ترخص عندنا في مصر. فاحنا من خلال الفيديو ده بنناشد اجهزه الدوله عندنا ان صوتنا يوصل. النوع ده من العربيات دي بالرخص ده بالفئه السعريه دي هتنفع ناس كتير جدا، خصوصا ان العربيه الجولف كار النهارده وصل فوق ثمنها فوق ال 500000 جنيه. فعربيه زي دي فيها 2 ايرباجز، جميع وسائل الامان، عربيه تنفع عائليه، عربيه تنفع واحده ست لو بتروح تودي عيالها المدرسه، بتروح النادي، وينفع تمشي على طريق، وخصوصا ان هي المسافه بتاعتها كبيره، بتمشي 200 كيلو او 230 كيلو، ودي مسافه مش وحشه. تعالى كده ناخد بقى نص سريع عن العربيه من جوه. مبدئيا زي ما انت شايف كده العربيه فيها اوكر شوك، تفتح وتقفل. باب العربيه يتعدى ال 150 سم. مش هنتكلم عن خامات العربيه دي لان خامات العربيه دي زي ما قلنا احنا من الفئه الاقتصاديه، بس الديزاين والالوان الملعوب في العربيه والصالون من جوه هو ده اللي هيثبت لك ان العربيه دي بتقدم لك قيمه مقابل سعر. $5000 النهارده يعني ما يجيبوش تقريبا توك توك. انت بتتكلم النهارده التوك توك وصل عندنا ل 150000 جنيه، لكن تركب عربيه زي دي 2 ايرباجز ومعدلات امان ومثبت سرعه وطاره مالتي وعربيه اوتوماتيك وشاشه معلومات وتكييف وباور وسنتر وازاز كهرباء واي بي اس، انت بتتكلم في اوبشن بفلوس لوحده، وخصوصا ان هي عربيه ينفع تركب كمان 2 راكب معاك وفي كنبه ورا تركب ناس عليها. فالنوع ده من العربيات بنناشد الدوله تفتح الترخيص فيه. النوع ده هيخلي الناس تعتمد على السيارات الكهربائيه، وهنغير فكر الناس لاتجاهنا للسيارات الكهربائيه. يعني عربيه زي دي لو واحد عايز يجرب فكره العربيه الكهرباء هياخد القرار في امتلاك سياره كهربائيه ومش هيخاف، هيجرب في العربيه الصغيره الاول بما ان هي رخيصه، بدل ما يشتري جولف كار مثلا ب 500000 جنيه هيجرب في عربيه زي دي، هيلاقيها رخيصه وهيلاقي العربيه مأديه معاه الحاجات اللي هو عايزها ومشاوير والحاجات دي كلها، هياخد الخطوه في امتلاك سياره كهربائيه. وده هيعود على الدوله وعلى الفرد اللي هيستخدم سياره كهربائيه، هيعود على الدوله بتوفير في العمله الصعبه في استيراد المواد البتروليه، وهيعود على الفرد ان هو يوفر مصاريف صيانه ومصاريف تشغيل لعربيته البنزين. فعربيه زي دي يعني انا صعبان عليا ما ترخصش في مصر. العربيه واسعه من جوه، كونسوله والتقسيمه كلها بتاعت العربيه. طبعا زي ما قلنا في الاول ان العربيه الخامات بتاعتها كلها مش جلد، لان العربيه دي عربيه اقتصاديه، بس نقدر نقول الديزاين بتاع الطاره وديزاين العربيه من جوه زي ما انتم شايفين كده العربيه واسعه جدا جدا. من قدام مفيش كونسوله كده زي ما انتم شايفين كده، مفيش كونسوله او مفيش حته تضيق العربيه من قدام، فاللي هيقعد جنبيك هيقعد مرتاح زي ما انتم شايفين كده. فرامل هاند بريك، ازاز كهرباء، اوتوماتيك. عربيه يعني مش عارف اقول لكم ايه، انا صعبان عليا. العربيات دي ما ترخصش عندنا في مصر. وورا ينفع كمان حد لو انت معاك اطفال او معاك يعني شخص مش بالغ، عشان برضو ما بالغش قوي في الكلام، لو معاك اطفال او طفلين هيقعدوا ورا مرتاحين جدا جدا. فالعربيه حلوه جدا لو واحده ست بتودي اولادها النادي، بتوديهم المدرسه، تنفع داخل المدينه، وخصوصا ان هي بتمشي 200 كيلو وعليها بطاريات ليثيوم مش بطاريات عاديه. زي ما انتم شايفين كده العربيه فيها 40% مدياك تمشي 83 كيلو. دي شاشه معلومات قدامك لا تتعدى ال 4 بوصه، وهنا شاشه معلومات قدامك اللي فيها بقى الكاسيت وفيها الاغاني وفيها الحاجات دي كلها. تكييف العربيه زي ما انتم شايفين كده انا شغلته، تكييف العربيه حلو قوي قوي قوي. ديزاين التابلو، ديزاين العربيه من قدام، وديزاين الصالون بتاع العربيه حلو جدا. لو نزلنا كده تحت هنلاقي هنا في تسع العربيه بقره صغيره جدا، تديها الان تديها الار تديها الدي، وفيها
زي ما انتم شايفين كده، كاميرا خلفيه مش نقاء عالي، بس كاميرا خلفيه في الفئه الاقتصاديه دي فهي حلوه جدا. وهنا الازاز بتاع العربيه كهرباء، وهنا زرار اللوك بتاع البيبان تقفله وتفتحه، وفرامل هاند بريك كهربائيه مش كهربائيه. شكل العربيه اجمالا مش وحش زي ما قلت لكم. اكتب لي كده رايك في العربيه دي، لو انت بتستخدم العربيات الكهرباء او عايز تستخدم عربيه داخل المدينه، هل هتنفعك ولا لا؟ اكتب لي كده في كومنت رايك في العربيه دي، ونتمنى ان الفيديو يوصل لاي حد في الدوله علشان نقدر ننشر فكره عربيات الكهرباء من الفئه الاقتصاديه دي انها تترخص ويفتحوا الترخيص عندنا في مصر. لازم نركز على فتح الترخيص لفئه المواتير اللي اقل من 50 كيلو واط، لان الفئه دي اقتصاديه وهتنفع ناس كتير جدا جدا مهتمه بالفئه دي، والفئه دي عندنا في مصر كتير جدا. زي ما انتم كده شايفين يا جماعه، موتور العربيه بسيط جدا جدا زي ما انتم، مفيش اي تعقيد فيه خالص، يعني مفيش فيه اي تعقيدات خالص. هو انفرتر موتور، كباس الكهرباء، بطاريه 12 فولت، خلص الموضوع على كده. وطبعا ماركه شنجان مش محتاجين ان الواحد يتكلم عنها، لان هي شنجان اثبتت وجودها في العربيات الكهرباء.